ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اصحاب المزاج العالي وعشاق الحمام المحشي، من احلى واجمل الوصفات العزيزه على قلبي الحمام المحشي رز يا جماعه. من اسهل الوصفات وملك العزومات. تعالوا مع بعض نقول عملناه ازاي. انا عندي رز مغسول ومتصفي كويس جدا. انا بقيس لكل حمامه تقريبا بكف ايدي مرتين رز. عندي 3 بصلات وسط، عندي ملح وفلفل، 3 معالق زيت كبار، 3 معالق سمنه كبار. نقلب كويس مع بعض الرز والسمنة والبصل كويس جدا، ونبدأ نحشي الحمام بتاعنا. أنا عندي الحمام غسلاه كويس جدا ومنضفاه. بشيل طبعا الأجزاء اللي بتعمل زفرة فيه. الحمام أنا بحب أصفقه من فوق من عند الزور، أنا محبش أفتح الحمام من تحت عشان ياخد الشوربة المطلوبة ويستوي كويس جدا ويبقى الرز مفلفل كده فيه. نبدأ الحمام ما تحاولوش تحشوها كتير، يعني حاجة بسيطة كده، ومن تحت برضو حاجة بسيطة، ونبدأ نكتفها من تحت. سهل جدا يا جماعة. نحشي الحمام من فوق، منحاولش نحشيه كتير قوي عشان ما يفرقعش مني الحمام. ونبدأ كده نرجع الجناحات لورا ونحشيها من تحت حاجة بسيطة، وبرضو نكتفها من تحت. مفيش أبسط من كده. الحمام من الأكلات القريبة جدا من قلبي، اللي بعشقها بصراحة، والبيت كله بيحب الحمام، مفيش حد بيختلف عليه بصراحة. ومن اسهل الوصفات، يمكن اكتر وصفة بحبها هي الحمام المحشي رز. انا جربت كذا وصفة للحمام، الحمام طبعا محشي كبد وقوانص، كلهم حلوين، بس احلى وصفة الحمام المحشي رز. نبدأ نحشيه كله بنفس الطريقة. اللي ما بيعرفش يصفق الحمام يا جماعة ممكن يطلب من الفرارجي ان هو يصفق له الحمام. كله بنفس الطريقة. انا حشيت الحمام كله، اتبقى شويه رز. الرز ده يا جماعه مع بيستوي مع شويه شوربه من بتوع الحمام بيبقى خطير، تحفه. انا عندي بقى ميه مغليه، هنضيف عليها بصلايه وطماطمايه وملح وفلفل، ونظبط طبعا الملح بتاع الشوربه يعني يبقى مظبوط. عندي الحمام هبدا انزله. الميه تكون بتغلي، هنزل الحمام بتاعي. اول ما الميه تبدا تبخر هقفل على الحمام، واول ما الميه تبدا تبخر انا هوطي على الحمام خالص، واسيبه تقريبا ساعه الا ربع، وابدا افتح على الحمام واشوف الحمام بايدي. يعني حطوا ايدكم على الحمام مع الرز كده، نشوف لو حسيتوا ان هو طري واستوى كده يبقى مظبوط. لو لسه ممكن تسيبوه 5 دقايق تاني، ساعه ل 10 دقايق، ده اقصى حاجه يعني للحمام. الحمام ما بيحتاجش اكتر من كده. عندي بقى طاسه، معلقتين سمنه معلقتين زيت، ونبدا نحمر الحمام بتاعنا. مفيش اسهل من كده على فكره بجد. صدقوني لو جربتوا الحمام بالطريقة دي هتبقى ده الطبق الرئيسي في أي عزومة ليكم، وهيبقى الوجبة المفضلة بالنسبة لكم. حاجة كده مفيش أسهل منها، وبجد الطعم خطير. أنا ما بحبش أضيف ملح وفلفل للحمام وهو بيتحمر. بحب أستمتع بطعم الحمام كده مع السمنة البلدي اللي متحمر فيها، والرز المظبوط قوي، السوى المظبوط قوي المفلفل. مش محتاجة أكتر من كده. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. مستنية طبعا رأيكم، مستنية كومنتاتكم. ومفيش اسهل من كده حمام بجد يا جماعة، خطير. انا هكتفي بالتحمير كده.